السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة ميني بيتزا طلبتها مني احدى المتابعات. هذه الوصفة تجيني بزاف هايلة ونديرها انا بزاف في رمضان مع الشوربة مع الحريرة، تجي قطنية وخفيفة بزاف بزاف هايلة. اول حاجة راح نوجدوا العجينة تاعنا. واش نحتاجو في العجين تاعنا؟ هنا راح نديرو 2.5 كيسان تاع الفرينه، هذه اللي تعجبنتي هي اللي راح نديرها تدلي العجين. 2.5 كيسان تاع الفرينه مع 5 مغرفات تاع الزيت، تحبوا ديروا زيت عادي تحبوا ديروا زيت الزيتون، كل واحد واش يحب. ديروا 5 مغرفات، شويه تاع الملح، قيس نص هكا مغرفه صغيره ولا. من بعد نبسوا هذيك الفرينه مع هذاك الزيت. من بعد ما نبسوا هذيك الفرينه تاعنا، هنا جبت كاس نص كاس تاع ما دافي، درت فيه مغرفه تاع خميره الخباز ونديروا معاها مغرفه تاع السكر على حساب الجو. البنات الا كان الجو دافي نقصوا في الخماره، باسكو هنا كان شويه الحال شويه بارد، درنا المغرفه تاع الخماره. من بعد نضيفوها على ديك الفرينه تاعنا ونبداو نجمعوا في العجين، ونزيدوا لها الماء دافي غير بشويه حتى نجمعوا كامل هذيك العجينه تاعنا. نتحصلوا على العجين هكا يكون يتلاصق في اليد. لازم تشوفوا العجينه تاع البيتزا باش تنجح لكم وتجيكم ميني بيتزا تاعكم خفيفه، خلوا العجين تاعها يتلاصق في اليد. من بعد واش نديروا له كي نلموا كامل العجينه تاعنا نزيدوا لها قيس 3 مغرفات تاع الزيت. هذوك المغرفات تاع الزيت اللي راح نزيدهم لها هما اللي راح يخلوا العجينه تاعي من بعد نقدر نشكلها وما تلصقليش في يديا. من بعد غطوها وخلوها تتخمر حتى اللي تخمر. هنايا انا العجينه تاعي راهي خمرت لي. جبت صينيه تاعي تاع الفرن، فرشت فيها ورق الطهي وبديت نشكل الميني بيتزا تاعي. كما قلت لكم البنات ديجا راني شاركت معكم من قبل عجينه البيتزا. انا البيتزا ما نفتحهاش بالحلال باش ما نخرجلاش هذاك الهواء تاعها، نشكلها بهذه الطريقه. راح نحط لكم رابط في صندوق الوصف تاع البيتزا اللي درتها معكم من قبل. قلت لكم شكلوها كامل بهذه الطريقه. من بعد نرجعوا نخبزوها غير بيدينا، وشوفوا رقوها قد اللي تقدروا باش ما تجيكمش خشينه. خلوا الجوانب تاعها معليش، خلوهم شويه هكا منفخين باش يجيكم الشكل تاعها شباب وتجيكم طريه. خبزوها مليح حتى اللي تحسوها باللي راهي رقيقه باش تحبسوا. تكون هذه الميني بيتزا راح نخلوها تريح من بعد 10 دقائق باش نطيبوها، معناها حتزيد شويه تخمر لنا. نخبزوها كامل. وهنا راني كملت كامل العجين تاعي. نرجعو نديرو له صوص الطماطم. شوفوا بالنسبه لصوص الطماطم انا دائما نوجدها ونديرها في الفريجيدار، كي نجي نستعملها نلقاها جاهزه. نحكموا الطماطم تاعكم القيس اللي 4 حبات ولا تقشروها كامل من القشور، قطعوها في الاشوار تاعكم ولا سكرفجوها، ديروا معاها 2 فصوصه تاع الثوم ونديروها كي نطحنوها كامل. نديروها في المقله، نديروا لها شويه تاع الزيت وريقه تاع الرند وشويه تاع الفلفل الاحمر حلو، فلفل كحل زعيتره، ونخلوها تطيب على النار. كي تطيب وتشوفوها كامل نشفت طفوا عليها. هنا بعد ما درت لها كامل صلصه الطماطم نديروا لها الفلفل الاخضر مقطع. شوفوا نحب الميني بيتزا نحبها بالخضار بهذه الطريقه. كل واحد واش يحب، كان اللي يحب يزيد لها اللحم مفروم، كان اللي يحب يزيد لها الطون، كل واحد واختياراته. انا نحبها هكا بالخضار والفرماج، لخاطرش راح نديروها مع الشوربه ولا مع الحريره، يعني مش ضروري تحشيها باللحم ولا الطون، وكل واحد والذوق تاعو. من بعد درت لها كامل الزيتون اسود على الوجه تاعها، ونديروا لها الجبن المبشور. انا هنا كنت خدمت بالجرويير، تحبي الشيدار تحبي جبن مبشور عادي، كل واحد والطاقه تاعو. من بعد نخلو الميني بيتزا تاعي تريح 10 دقائق باش نطيبها في الفرن. خلوها 10 دقائق باش تطيبوها في الفرن باش تجيكم هشيشه وتجيكم خفيفه، ما تجيكمش ناشفه. من بعد ما خليتها ريحت شعلت لها الفرن تاع من تحت، خليتها طابت مليح ونشفت وخرجتها، وها الشكل تاعها
جات بزاف خفيفة وجات هايلة مع الشوربة مع الحريرات تقدروا ديروها. مش راح تحتاجي وقت كبير باش توجديها، راح توجديها ليه في وقت قصير. قلت لكم كانت طلبتها مني إحدى المتابعات، إن شاء الله تكون في المتابعة وتعجبها الوصفة وتجربها. وهنا نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش جات خفيفة وجات بزاف هايلة. وهذه كانت وصفتنا لليوم، إن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش البنات إذا عجبكم الفيديو تفعلوا الجرس باش يلحقكم ديما جديد، وتشاركوا الفيديو مع العائلة مع الأصحاب. والسلام.